شيلة كتب كلماتها الشاعر أبو ذياب الحداد من عزلة كحلان مديرية الرضمة، يهديها ويقدمها للشيخ نعين عبدها البحش رئيس مجلس العرف القبلي بمحافظة إب، تقديرا لجهودها المبذولة ومواقفها المشرفة في المناطق الوسطى. أداء الشاعر أبو تركي التنن. مع تحيات صور الاستوديو طه المرادي. أعوذ بالله وبسم الله برفع شعاري قبل ما يبدأ المجهول يرفع شعاره، وانظم أبيات مخزونة بقاع البحر يا بحور القصيد هس جهاد الإشارة، وانت يا جلس شاف الجهاز الطواري بلغ الشيخ نعين من كل قرية وحارة، وشكر ما توزنه دار الرمال بالصحاري، أشهد إنه راجل فيه الكرم والعسارة، شيخ فيه الثقة دكتور وكادر إداري حاز كل الخصال بالمرجلة والمهارة، وساس كحلان مثله الدم في الجسم جاري، كلمة الحق يديها ويصدر قراره، وللمشايخ والأصحاب السجل التجاري لا ولا من معاه مدخل 50 عمره، وصلحوا مثل ما صلح وكل نداري، نسأل الله ينرد حربه ويقوي مساره. انتهى عهد الاستبداد وعهد الجواري، وابتدى عهد صناع القرار والشطاره، انتبه لا تصدق كل حاقد مغاري، لا تصاحب بشر ما منه إلا الخسارة، انت ساس البلد واهل كل عارف وداره، انت من بيت له تاريخ وتوم حضاره، انت واحد من اقيال اليمن في الديار، صاحب العرف والحكمة سمو والإمارة، انت مرجع للأيتام والضعف واستشاري، انت إنسان نتعلم وعلمك إناره، وفيك أملنا كبرنا حتى لا فيه طريق، والذي ما معه فانت أخوه وانت جاره، وقد قلوب البشر مثل الحديد والحجاري، وانت يا شيخ نعين قلبك خلق من طهاره، أسأل الله تكون مهد للإمام البخاري ذرقي للعباد من بعد موته ما نرى، أسأل الله تكون مهد للإمام البخاري ذرقي للعباد من بعد موته ما نرى، رغم الأوضاع في شعب اليمن والحصاري قام بتوزيع سلاح داخل وخارج دياره، ونال تأييد من الناس الكبار والصغار، حصنك أحلام يشهد له وتشهد حجاره، واشهد إلى شوامخ واشهد إلى البراري، إنه الشخص ذي فيه الثقة